مرحبا، كيفكن يا غوالي؟ اليوم اشتهيتكم بوصفة تشيز كيك كتير طيبة وكتير سهلة وكتير اقتصادية. خلينا نشوف الفيديو مع بعض وإن شاء الله يعجبكم. أول شي بدي 300 جرام بسكوت نطحنهم طحنة خشنة تقريبا، يعني مثل هيك، وننزل عليهم 150 جرام زبدة. بنحركهم كتير منيح مع بعض بهذا الشكل، وندعكهم شوي بإيدنا بهذا الشكل لحتى نوصل للقوام يلي بدنا اياه. بعد ما وصلنا لهذا القوام بنفضيهم بزبدية، بنوزعهم كتير منيح بهذا الشكل. بنحاول نضغطهم ونوزعهم كتير منيح. بعدين بنروح بدنا نحضر خليط التشيز كيك. بدنا نص لتر حليب مع معلقتين نشا كبار ونص كاسة سكر. بنحركهم على البارد كتير منيح لحتى يدوب النشا والسكر بقلب الحليب. بس داب معنا النشا والسكر بنشغل تحتهم النار على نار متوسطة. بنضل بنحرك تحريك مستمر لحتى يعطينا قوام شبيه بالمهلبية. بس وصلنا لهذا القوام ننزل عليهم 150 جرام جبنة سائلة يكون ملحها خفيف. وهلأ بنحركهم بسرعة كتير كبيرة لحتى تدوب معنا الجبنة. بس دابت الجبنة بنطفي النار وبننزل عليهم بمعلقة صغيرة فانيليا. وهلأ بنوزع هذا الخليط بقلب الزبادي اللي حطينا فيها البسكوت. بنوزعهم كتير منيح بهذا الشكل. وهلأ بدنا نعمل جيلي. فيكم تستخدموا أي نكهة بتحبوها، أنا عم استخدم جيلي على فريز. بنفضي ظرف جيلي بزبدية وبنحط عليه كاسة مية مغلية. بنحركه كتير منيح ليدوب معنا الجيلي. وبعدها بننزل عليه بكاسة مي باردة. وهلأ بدنا نحط الجيلي فوق خليط الحليب والبسكوت. بنحط عليهم الجيلي بهذا الشكل. بعد ما خلصنا هاي العملية بنحطهم بالبراد أو بالثلاجة قريب ال4 ساعات. وبعد 4 ساعات من التجميد بتكون معنا هاي النتيجة النهائية. بنحررها شوي بالسكينة لحتى تفك معنا. وبعدها بنقلبها بصحن بهذا الشكل. وهيك بتطلع معنا النتيجة النهائية بهذا الشكل. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة.